مفيش فايده. وزي ما ذكرت لحضراتكم، ده اللي هيمشي كلمته على الكل. اكيد حضراتكم بتسالوا عن نتائج اجتماع الرابطه واتحاد الكره المصري في الفترات القادمه. عايزين تعرفوا النتيجه النهائيه. هل مباراه القمه ستعاد ولا النادي الاهلي هيتخصم منه 3 نقاط فقط؟ عايز اقول لك ان هناك مفاجاه من العيار الثقيل عزيزي الاهلاوي، لكن ركز معايا في كل كلمه وهتفهم بالشكل جيد القصه من بدايتها لنهايتها. طبعا اكيد حضراتكم مستغربين انا ليه في البدايه قلت ان الشعار ده او النادي ده هيمشي كلمته على الكل. باختصار، عزيزي الاهلاوي، عزيزي الزملكاوي، مباراه القمه ستعاد ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في نهايه شهر مايو الحالي بنسبه تتخطى 80%. ده قرار الرابطه المصريه اللي هتسمعه بعد يومين، بعد 48 ساعه، بالاتفاقيه مع اتحاد الكره المصري. وده بعد ما نادي الزمالك وبيراميدز تقدموا بتظلمات على قرارات الرابطه المصريه الاخيره اللي حضراتكم بالفعل شفتوها. والنادي الاهلي بناء على هذه القرارات قرر استكمال بطوله الدوري المصري. الكلام ده ما عجبش مجلس اداره نادي الزمالك وبيراميدز فقدموا شكوى. فقال لك اما نقدم شكوى، وبناء على ذلك القرار المصري بالتزامن والاتفاق مع قال لك ان القرار نائب شان هذه القصه والحدوته الكبيره اللي شغله اكثر من 90 مليون مشجع اهلاوي وزملكاوي هتنتهي يوم 8 مايو. طبعا اصبحت هناك تسريبات بشكل كبير جدا في الساعات الاخيره من داخل الرابطه بعد المسؤولين بقى، بس بدون ذكر اسماء، ما ذكروش اسمهم. قال لك ان الاتجاه حاليا في التوقيت الحالي اعاده مباراه القمه مره اخرى. قال لك ان نادي الزمالك هيستفيد، بالمناسبه نادي الزمالك هيستفيد بشكل كبير جدا، يمكن اكتر من النادي الاهلي اللي هو عايز يشارك في كاس الكونفدراليه الافريقيه. اصبح مهدد بشكل كبير جدا، زي ما حضراتكم شفتوا نادي الزمالك في الفترات الاخيره مش عارف يفوز على الانديه اللي حتى بتصارع على الهبوط في منطقه جدول ترتيب الدوري المصري. وبالتالي نادي الزمالك اللي من خلفه بياتي بقوه بسرعه البرق، بتتكلم عن المصري البورسعيدي، بتتكلم عن البنك الاهلي. وبالتالي نادي الزمالك هو عمال بينقط في ظل وجود العك الكروي اللي بيعمله بالسيرو والسكواد الموجود اللي 3/4 محتاج يتصفى ويمشي من نادي الزمالك. نادي الزمالك من المتوقع في الاربع مباريات المتبقيه له في بطوله الدوري المصري انه يسقط اقل حاجه في 3 مباريات. يعني نادي الزمالك ممكن في الاربع مباريات على حسب المؤشرات وطبقا للمعدل فقدان النقاط، نادي الزمالك من المتوقع انه يتعثر في 3 مباريات على الاقل. وبالتالي عندك المصري ممكن ياخد مكان الزمالك، البنك الاهلي ممكن ياخد مكان الزمالك او سيراميكا كليوباترا. وبالتالي نادي الزمالك من مصلحته ان مباراه القمه تتعاد، يعني ما يقدرش يفتح بقه. تقول لي ازاي يعني؟ مش هينافس على بطوله الدوري، ولكن انت عايز تبص بقى على بطوله افريقيه ممكن تفوز في مباراه الاهلي وبالتالي تستفيد ب3 نقاط. هتقول لي طب ما نادي الزمالك ممكن ما يوافقش واتحاد الكره والرابطه ياخدوا قرار نهائي هو اعاده مباراه القمه، ساعتها نادي الزمالك مش هيقدر ينسحب. هتقول لي ليه يعني مش هيقدر ينسحب؟ لان باختصار هتطبق عليه اللائحه، ان في هذا الموقف هو موقف نهائي، وبالتالي نادي الزمالك هتطبق عليه اللائحه، مش هيذهب لاستاد القاهره ايا كان الاستاد بقى، هيتخصم منه 6 نقاط. وبالتالي مين مستفيد؟ لا الاهلي ولا بيراميدز، المصري وسيراميكا او البنك الاهلي، الفرق اللي هي عايزه تشارك في كاس الكونفدراليه الافريقيه في النسخه القادمه. وبالتالي نادي الزمالك هيفكر مليون مره في النقطه دي، وعارف ان القرار هيمشي عليه بالذات، لان هو مش النادي الاهلي. النادي الاهلي كلمته زي ما قلت لك في بدايه الفيديو، كلمته هي اللي بتمشي على الكل، لانه بيبقى ماشي بشكل قانوني، طالب بحكام اجانب وانت ما رضيتش، ايات التحكيم المصري. ولو حضرتك شايف انه ظلمك في مباراه البنك الاهلي ما تقدرش تفتح بقك ان سبق ودعمته، وبالتالي ما تقدرش ترجع تلومه او تعاتب التحكيم المصري. فرصه وجات لك يا زمالك وجات للنادي الاهلي بالمناسبه. ساعتها النادي الاهلي لو فاز على نادي الزمالك هيتصدر ترتيب بطوله الدوري المصري، وبنسبه تخطى 99% سيفوز ببطوله الدوري المصري. وانت كزمالك ممكن تعمل نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي وتضمن وجودك في المراكز الاربعه مع النادي الاهلي وبيراميدز والمصري وسيراميكا او البنك الاهلي. بالتالي هتصبح عندك فرصه كبيره جدا للمشاركه في كاس الكونفدراليه الافريقيه في النسخه القادمه. هتعترض؟ مش من نصيبك، مش حقك. وانت بتتكلم كده ليه؟ طبعا حضراتكم سالتوا السؤال ده لان الاتجاه حاليا بنسبه كبيره جدا ان مباراه القمه ستعاد، مباراه القمه تاني بنسبه كبيره جدا ستعاد، والقرار النهائي غدا او بعد غد الخميس، يمكن قبل مباراه الاهلي والمصري البورسعيدي سيصدر القرار. وانا وانتم والايام ما بيننا، والنادي الاهلي كلمته هي اللي هتمشي. تحياتي لحضراتكم.